النهاردة هنعمل طريقة عمل الفراخ المشوية. ازاي هنتبلها وننضفها ونشويها على الفحم. اول حاجة هجيب الفراخ هغسلها كويس قوي في مية وخل وملح ومعلقة سكر وليمون ومعلقة طحينة. هنضفهم كويس وبعد كده انقعهم اسيبهم يتنقعوا ساعتين. بعد كده هنضف الفراخ وهقطعها قطع يعني صغيرة. طبعا لو حابة تحطيها يعني ربع فرخة او نص فرخة سليمة ممكن تحطيها قطع صغيرة زي ما تحبي. تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته بعد ما رحم قطعتها سليم شطفتها ونقعتها ساعتين. بعد كده غسلتها تاني وعصرت عليها ليمونة وهشطفها تاني. بعد كده هاجي اعمل خلطة الفراخ التتبيلة بتاعتها. هجيب طماطمتين كبار وبصلتين كبار هقطعهم حلقات مكعبات، وبعدين احط عليهم قرن فلفل حراق ومعلقتين فلفل، معلقتين كمون، معلقتين السبع بهارات. انا طبعا هعمل 6 فرخات فالبهارات هتبقى كتيرة شوية. وراس توم فصوص. هحط بقى كل البهارات اللي عندي. هحط ملح، معلقتين من الملح. طبعا البهارات حسب الرغبة، يعني لو في بهارات معينة بتحبيها ممكن تزوديها. انا حطيت شطة وبابريكا، معلقتين من البابريكا. رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني هحط ملح، فلفل، كمون، كزبرة، بابريكا، زعتر، شطة. هحط خل وليمون. فلفل حراق طبعا اختياري، لو حابة تحطي فلفل عادي ممكن. وكزبرة ناشفة. فأين أمضي وحول الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به هحط برضو جنزبيل، معلقتين كبار من الجنزبيل ومعلقتين قرفة وزعتر. بعد كده هحط الصوصات بقى. هحط دبس رمان، معلقتين برضو كبار من دبس الرمان. طبعا لو بتعملي فرخة واحدة ممكن تقللي البهارات، بس عشان انا بعمل كمية كبيرة هحط بهارات كتير. هحط فول الصويا، معلقتين كبار من فول الصويا ومعلقتين كبار من صوص البابريكا الباربيكيو. وهحط معلقة كبيرة من العسل. فما أحلى وأجمله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت هجيب برضو ليمونتين كبار هحطهم بقشرهم وهضرب بقى كل المكونات دي مع بعض في الخلاط. إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل. بعد كده هحط كل البهارات اللي انا التتبيلة بتاعتي هحطها على ال6 فرخات وادعكهم مع بعض كويس واتأكد ان البهارات دخلت في كل حتة في الفرخة. بعد ما اتبلهم هغطيهم واحطهم في التلاجة لمدة يوم. هبيتهم في التلاجة وتاني يوم هستخدمهم. كل طبعا ما تبيتيها في التتبيلة فترة اطول كل ما يبقى احسن.
علشان تبقى شربت من المكونات كويس. يا رب تعلم ما قلبي اتأكد ان التتبيلة دخلت في كل حاجة، وبعد كده هغطيها وتاني يوم اشويها. نسيت طبعا احط حبهان مطحون، فرجعت حطيته تاني وقلبت كل المكونات مع بعض. بعد كده هحطهم في التلاجة، اغطيهم واحطهم في التلاجة. تاني يوم بقى طلعنا على السطح وحطينا الفراخ اللي هي اتبلت على الفحم. ما بتاخدش ربع ساعة على الوش ده، وبعد كده ربع ساعة واحطها على الناحية التانية. تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله. لما احس ان هي قربت تستوي بجيب التتبيله بتاعتي مش برميها وبرشها على الفراخ وهي بتتشوي. بتدي طعم حلو قوي للتتبيله وبتخليها جوسي جدا وطريه، وطعم البهارات باين فيها. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. وأقبلت العطايا والأجور. بعد ما حطيت كل الفراخ على الشواية هبدأ بقى اهوي عليها علشان اتأكد ان هي الفحم اشتغل كويس. وبعد كده هقلبه على الناحية التانية لما احس ان هو بدأ يستوي شوية. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. وأقبلت العطايا والأجور منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. وأقبلت العطايا والأجور. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك
قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في